يا جماعه ركزوا معايا شويه عشان في فيلم جامد شغال دلوقتي بطوله اتحاد الكره ورابطه الانديه وضحيته المره دي بيراميدز، وبيراميدز ابن حلال ويستاهل عشان رايح يشتكي الاهلي في الكاس في المحكمه الرياضيه عشان ماتش الزمالك اللي اصلا الزمالك بيرتاح وبيتجامل على حساب مين المره دي؟ على حساب بيراميدز، وهتعرف ده في اخر الفيديو. بيراميدز رايح يلعب ماتش ناري في نهائي دوري الابطال ضد صن داونز. طبعا الذهاب خلص 1-1 في جنوب افريقيا وده لصالح بيراميدز ونتيجه ايجابيه، والاياب يوم 1/6 في مصر. تمام. لكن قبل الماتش المصيري ده بيراميدز عنده ماتش في الدوري ضد سيراميكا كليوباترا يوم ايه او يوم كام؟ يوم 28/5. بيراميدز قال يا اتحاد الكوره يا كابتن يا رابطه اجل الماتش ده بس ابوس نلحق نركز في النهائي. الاتحاد قال له لا، العب يلا وانت ساكت، احنا بنحب النظام. تمام. بعد النهائي بتاع افريقيا ده بيراميدز عنده ايه؟ عنده نهائي كاس مصر. دي معجنه يا شقيق. عنده نهائي كاس مصر يوم 5/6 ضد مين؟ الزمالك اللي لعب مع بتروجيت يوم 24/5 وفاز 3-1، وشيكابالا سجل جول والحالة عنب معاه ممكن يعتزل بعد شوية، والمفروض كانت آخر مباراة ليه في الدوري يوم 1/6، لكن فجأة الجدول اتغير والزمالك هيلعب يوم 31/5. الفريق الوحيد اللي هيلعب يوم 31/5 مع فاركو. الدوري كله هيخلص يوم 29/5 وكل الفرق هتخلص ماتشاتها. تحس ان فاركو ده ملوش اهلي يسألوا عليه، لان فاركو هيلعب يوم 28/5 مع الاهلي و31/5 مع الزمالك اللي هيبقى ارتاح يوم زياده عن بيراميدز اللي طالع من نهائي افريقي. ازاي يعني يا جماعه؟ حد يفهمنا والله انا مش فاهم. فريق فاركو ده هيلعب مع الاهلي 28/5 وبعدين مع الزمالك 31/5، يعني فاركو بيريح يومين بس عشان يلعب مع الزمالك المرتاح اصلا. لكن بيراميدز اللي عنده نهائي افريقيا لا، مفيش تاجيل. الخلاصه الزمالك بيتريح وبيراميدز بيتفصص. الاتحاد بيقول لك التاجيل حرام الا لو الزمالك عايز يرتاح، ساعتها نعمل لك جدول مخصوص. السؤال هنا، هل دي صدفه ولا حب الزمالك ممكن يوصل لدرجه انك تضغط فريق مصري وبيمثل مصر زي ما هم بيقولوا كلهم ورايح يجيب لك بطوله افريقيا؟ يا ريت ترد عليا، ولو عندك تفسير او تعليق على اللي بيحصل ده تقول لي رأيك في الكومنتات. وفي النهاية يا ريت تكون عارف ان احنا مش بنطالب بمجاملة لحد، احنا بنطالب بالعدالة بالمساواة باحترام جميع الأندية. يعني فريق فاركو يلعب مع الأهلي يوم 28/5 وبعدها مع الزمالك يوم 31/5، يعني هيريح يومين بين الماتشين يا دوب يلحق يدهن فيهم الجازون ولا حاجة. لكن اتحاد الكورة شايف ان بيراميدز مش محتاج يرتاح خالص، شايف ان الأهلي المفروض انه يبقى باص وما يلعبش في الجولة التاسعة، لا هو لغى الجولة التاسعة كلها والماتشات كلها هتخلص يوم 28 و29/5 ومفيش غير ماتش الزمالك وفاركو اللي كان هيتلعب يوم 1/6 اصبح هيتلعب يوم 31/5. فليه الكيل بمكيالين؟ وليه الزمالك دايما بياخد الافضليه في توقيتات الماتشات؟ عايزين نعرف بس، ويا ريت تبقى عارف وتربط الكلام ده كله بماتش القمه بتاع 11 مارس في رمضان. شوف الموضوع من الاول وانت تفهم الحدوته كانت ماشيه ازاي.